خشوقك اليوم. طيب خشوقك. هلو يا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونون بخير وصحة. اليوم مو 100% راح يعجبكم، لا وإنما 1000% راح يعجبكم. شنو هاي باع بنات؟ ايش عندي هنا؟ أنا فورت تمن، راح اسوي شويه زردة اليقين. وصراحه كنت محضره انه اسوي لهم الخلطه. ما اريد منكم لايكات كلش هوايه حتى ترفعون الفيديو ويجيني عدد حلو مثلكم. ممنونه منكم ومن تعليقاتكم هاي الجميله الحلوه مثلكم. يلا تعالوا يا بنات نبلش فيديو اليوم. باع بنات بما فورت شو اسمه التمن عنبر فار وخلاص صار جاهز. راح اسوي شوي اضربه بالخلاط، بس قبل اضربه بالخلاط اريد اضرب بيه هيل، لان انا صراحه طاحونه ما عندي. انا اصلا الهيل كله اريد اطحنه، فعادي يمشي حاله. بسم الله ما شاء الله. ما اعرف شلون صار، يعني الخلاط ينفع. خله فرغه فد شي. ما شاء الله ريحة الخلط طلعت. ريحتها طلعت. شو تشتمها؟ والله طيبة كلش طيبة. شنو هاي؟ هيل وطحنتها. ريحة جميلة. بس ايش راح اسوي بنات؟ بنفس الخلاط راح اخلي التمر. ليش اغسل الدولكة وبعدين هم ابغى اضيف له هيل. لا خليه كامل احسن. بنات مرتين التمر والهيل راح اضيف هاي الزبدة. الزبدة هي تذوب على الحرارة وتنخلط بالخلاط، لان من اموحها ومن اذبها فوقات مو على البخار احسها تصير تنطي زفورة. بس اطلع الجذر اكبر. بسم الله ما شاء الله. راح افرغه بطنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هسه شنو؟ الزبدة والهيل والتمن طحناهم سوا. هاي الدولكة مالت الخلاط قبل كم يوم ابو علاء جاب لي اياها. من السنة جبتها؟ الدولكة؟ اي 8000. 8000 طلعت، واحنا صار قد مالتنا الطاقة صلحناها مرتين وما فات. طلعت هي اصلا موجودة وسعرها كلش زين 8000 بس. يلا تعالوا نروح للطباخ. باعوا بنات هسه شنو؟ خليتها على النار. راح اسوي انص النار للاخير حتى شنو؟ نضيف لها باقي المواد. مثل ما قلت انا بس التمن غسلته ونقعته شويه، يعني قعدت تقريبا ساعه ساعتين. كل ما تنقعوا اكثر كل ما افضل. فانا شنو ما نقعته هواي صراحه، نقعته كلش قليل بس لا صبغ لا زينه ما عندنا. بعد يا هاي السالفه المو زينه، طلعت صبغ لا زينه ما عندي، لازم تسوي ارجع علي السواق يجيب لي. باعوا بنات هذا شنو؟ صبغ لوزينه. اما الشكر بنات فشنو؟ الشكر تبقى كل من حسب رغبته. اكو ناس يحبوها كلش حلوه، واكو ناس يحبوها وسط، واكو ناس يحبوها فاهيه. هذا الشيء حسب الرغبه، بس احنا بالنسبه لنا شنو نحبها؟ نحبها وسط.
لونه هيك صار كلش حلو. واهم شيء تبقون تحركون بيها حتى انه لا تلكلك. وش راح اضيف لها؟ راح اضيف لها رشة ملح حتى الطعم يساوي. هسه بس مجرد ما تسخن، بس ريحتها بنات شنو؟ ريحتها كارثة تخبل. جربوها وشوفوا. اهم شي تضيفوا لها هيل شويه هوايه حتى شنو يكون يعني طعمها طيب، طعم الهيل طيب يصير. احنا عندنا الحين هوايه تحب الزردة. خليها في 10 دقائق تاخذ فور الى ان الطعم يتجانس، وارجع لكم. ما اريد الفيديو يطول عليكم. تمام. هسه شنو بنات، خلاص بعد 10 دقائق بعد شلون صارت مو هواي خفيفه ولا هواي ثخينه. وهسه مجرد ما اصبها بالمواعين راح تدخن اكثر، بس مجرد ما تبرد تصير ثخينه. شوفوا. بسم الله. باعوا بنات. هسه شنو، هسه خليلها بس دارسين بعد التزيين بقيمكم بكيفكم. لا هذا تمام. هذا طريقة عشوائية انا زينها، اما الباقيات براحتكم. نص جلاس بنات طلع هاي الكمية، نص جلاس تمن عنبر. اريد الموضوع نجيب خشوية معجون. طيب خشوقة. شوفوا لي شكلها وشوفوا لي الملمس مالتها ايش قد ناعم. الزردة احنا هيك نحبها، انا هيك اسويها وتطلع بنات والله العظيم تطلع كلش طيبة. ايش قد ما يعني احنا عندنا ابو علاء بدنا ياكل الحلو هاي الزردة وهاي السوالف، بس لا ياكلها ويقول طيبة. شوفوا. هسه شو نسوي؟ نخليها تبرد، نغسل هاي المواعين. شوفوا المواعين شلون كمت عاد. شوفوا يا بنات نظفت الطباخ ونظفت كل شيء، مو باقي شيء، المطبخ صار نظيف. ان شاء الله حبيتوا فيديو اليوم واستمتعتوا يا بنات. اني احبكم كلش هواي. باي باي يا حلوات. يلا روح يوم اروح انا.